السلام عليكم، مرحبا. أنا ليلى فتوح. النهاردة هنعمل مع بعض جليس ممتع جدا وسهل ورائع وبسيط جدا، مكوناته متوفرة في كل بيت. النهاردة هنعمل جليس السكتة الدماغية أو الجليس الأحمر الرائع ده. احنا معانا دلوقتي معلقة كبيرة من المية، يعني 15 جرام. هننزل عليها بمعلقة صغيرة من الجيلاتين الحيواني، ده جيلاتين معروف مصدره حلال 100%. وطبعا زي ما تعودنا هنسيبها تتنشط لمدة مثلا 10 دقايق كده، وبعد كده هرجع لها. معايا 120 جرام من الشوكولاتة الشيبس زي ما حضرتك شايفة، بس أنا طبعا كسرتها عشان تبقى سهلة الذوبان. ومعايا 45 جرام من الكريمة الفريش التقيلة، ومعايا 45 جرام زيهم من بورليه الفراولة. ممكن حضرتك تستخدمي كريمة بس 90 جرام بدل الفراولة، لأن أنا حبيت إن أنا أديها طعم الفراولة. هنجيب بولة كبيرة وهنزل فيها بالكريمة الفريش، وطبعا هوديها الميكروويف ان انا اسخنها لدرجة الغليان. وفي نفس الوقت انا دوبت الشوكولاتة كل 30 ثانية في الميكروويف عشان ما تنشفش مني، لغاية ما تبقى مذابة زي ما حضرتك شايفة كده. وطبعا مش هكتر عليها التسخين لان ممكن تبوظ مني. انا هبتدي اقلب الكريمة مع الشوكولاتة لغاية ما اتأكد ان هم امتزجوا مع بعض تمام، وهنزل عليهم في الاثناء دي بالبورليه الفراولة اللي احنا عملناه قبل كده، موجودة عند حضرتك حلقة كاملة عنه. عشان ادي للجليس بتاعي طعم الفراولة. انا ممكن استغنى عن خطوة الفراولة واخليها كلها كريمة، يعني ما فيش اي مشكلة، وبعد كده اديها لون وبس. لكن انا حبيت انها تبقى غنية بطعم الفراولة. طبعا احنا دوبنا الجيلاتين بتاعنا ونزلناه على البيس الاساسي بتاعنا، وهبتدي ان انا اديها لون، اعزز اللون الاحمر. طبعا هي طعمها متعزز بطعم الفراولة اكتر، لكن انا عايزه اديها اللون الاحمر الدموي اللي حضرتك شايفاه ده. هبتدي دلوقتي ان انا اعملها بالهاند بلندر عشان اضمن ان كل المكونات تدخلت في بعضها. وطبعا انا بستخدمها زي بدرجة حرارة الجسم، يعني انا حطها على التورت بتاعتي بتكون بدرجة حرارة الجسم. طيب لو انا عندي ترمومتر يبقى انا اوصل درجة حرارتها ل 40 درجة مئوية، يعني انتظر واشوف. لو هي اقل في درجة الحرارة ادخلها الميكروويف، لو هي اعلى انزلها لدرجة حرارة 40 قبل ما احطها على التورتة بتاعتي. وطبعا احنا عملنا بيها صنفين اجمل من بعض، تورتة الريد فيلفت الروسي، ودي حصرية عندي يا جماعة باذن الله. وكمان عملنا بيها تورتة ريد فيلفت بس بالكيك العادي، بالكيك الاسفنجي. فده ان شاء الله هيكون موجود على القناة بتاعتنا، وان شاء الله هترجعوا له. بس انا حبيت ان انا اوري، يعني اعرض على حضراتكم الجليس الممتع ده، لان انت ممكن تستخدميه في اصناف عديدة وتزيني بيه احلى تورت. وزي ما حضرتك شايفة التورتتين بتوعنا رائعين، وكل سنة وحضراتكم طيبين وسنة سعيدة عليكم. واذا عجبكم الفيديو بتاعنا النهاردة يا ريت ما تنسونيش من الدعاء لي والأم الغالية بالرحمة والمغفرة. أسيبكم في رعاية الله.